انت هتوقف الجواز عشان حتة ورقة؟ دي ورقة. ورقة ايه يا ام ورقة؟ دي مش قايمة، ده ابوكي بيحقق احلامه فيها. انت ابوكي بيجوزك لحبسجي؟ ليه بتقول كده؟ القايمات كلها بتيجي من المكتبة الا قايمتي، جاية من عند المحامي. طيب وانت ايه مشكلتك في القايمة؟ بنود القايمة المبينة نوعا ووصفا وعددا وقيمة بالأعلى. لحد هنا مفيش مشكلة. امال المشكلة فين؟ ركزي في اللي جاي، والالتزام بالحفاظ عليها والعناية بها عناية الراجل الحريص. حريص يا عيلة يا مجانين. البند ده هو اللي مضايقك؟ لا ده لسه في تاني، والتجديد كل ما يتلف منها. ده ليه بقى ان شاء الله؟ ابوكي بيجوزك لاحمد ابو هشيمة؟ ليه بس؟ هو عايز دايما ما يبقاش ناقصني حاجة. خلاص يشتريها لي. ده كاتب كمان الالتزام بردها اليها وقت طلبها. ايه ده؟ انا فهمت صح؟ والنبي يقول ان انا فهمت غلط. خايف عليا؟ ده انت تخوفي بلد. ده لسه اللي جاي اهم. في حالة اخلالي بذلك اعد مبددا وخائنا للامانة وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية المرتبطة على ذلك. ما اكتفاش بده، ده لسه. وعلى هذا وقعت ضامنا متضامنا مع نفسي عالم بكل ما جاء بها. بيأمن مستقبلي. وبيضيع مستقبلي. ده حتى لو مات مش هيسيبني. ازاي؟ كاتب في اخر بند لا يجوز للزوجة التنازل عن هذه القائمة الا في وجود وكيلها او من ينوب عنها شرعا وقانونا.